أراه كل يوم يجلس يقرأ القرآن، ويبدو شخص غير معتاد بالمرة على الجلوس في الشارع. هيا بنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تبيع العطور؟ ايوه اقدر يا باشا. لي صديق يعاني من مشكلة إفرازات غازات كريهة. العطور مالهاش دعوة بالموضوع ده. كيف يا رجل؟ لا الحاجات دي عايزة دكتور. نريد عطر ايوه نعلي به علي. أتستطيع أن تصنع لي رائحة البيض المسلوق؟ طب ده ما بيبقاش عطر ده. أراك كل يوم وأنا ذاهبا إلى العمل وأنت جالس هنا. أنا أستطيع أن ندخل السيارة أتحدث معك قليلا؟ ليه بقى؟ انت جاي تشتري عطور ولا جاي عايز حاجة تانية؟ أريد أن أشتري العطور وأن أتحدث معك قليلا. طب ما تتحدث هنا، ايه المشكلة؟ صوت مزعج كثيرا. لا قول لي انت عايز عطور ولا عايز حاجة تاني؟ أريد أن أتحدث معك يا رجل. ماذا بك؟ ماذا بك؟ تعالى يا باشا تنورنا. ما اسمك؟ اسم احمد. أرى من وجهة نظري التي تكاد تكون لا شيء أنك غير معتاد على الجلوس في الشارع هكذا. ما الذي جاء بك إلى هنا؟ انا قبل كده كنت شغال، بس شغال في شركة وكده. من ساعة ما اتخرجت وانا بتنطط في الشركات. اشتغلت شوية محاسب، شوية مندوب مبيعات، بس فجت فترة كده قلت لا أنا عايز أشتغل مع نفسي. قلت لا أنا لازم أتعلم حاجة، فرحت كده كلمت ناس إخوة في العاشر من رمضان شغالين في نفس مجال العطور، فطلبت منهم إن هم يعلموني المجال وكده. فقعدت معاهم حوالي شهر كده أتعلم هم بيشتغلوا إزاي وبيجيبوا حاجاتهم منين، وكانوا مرحبين بالموضوع جدا وساعدوني جامد. بعد كده بقى قلت بقى أنزل اسكندرية بقى أرجع تاني اسكندرية وأشتغل في المجال. لقد استعنت بالله الحمد لله. وكفى بالله معين، كفى بالله وكيل. الحمد لله. وأنا أحببتك في الله. الله يعزك، الله يبارك. ولي صديق أحدثه الآن يحبك في الله، الله يبارك. وأنا سعيد بمعرفتك. حبيبي الله يبارك. سأشتري منك العطر ولكن سأذهب، سأعود إليك. تحت امرك في اي وقت يا غالي، اتشرفت بيك. استأذنك. اتفضل يا غالي. عايز أقول بس لأي حد ضحك في يوم على فيديو أنا عملته وقال لي كمل، معلش محتاج منك بس دعم الفيديو ده. ممكن يكون الفيديو ده مرحلة تحول في حياة أحمد، وممكن زي ما كنت سبب في ضحكتكم أبقى سبب في رزق الراجل ده، ودي حاجة يعني هبقى مبسوط بيها جدا 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 لو عملتوها لي بأمانة. إن لم تفعلوا ستزرزروني كثيرا.